ازيكم عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. وحشتوني كتير جدا جدا. ربنا يا رب يديمكم نعمة في حياتي، اللهم امين. بصوا يا بنات، يعني انا ده الوش التاني اللي اديتهولها من الصالة. انا لسه هكملها طبعا، بس انا بوريكم لان انا هدهنها كذا وش. ده الوش التاني، لسه اخر وش بقى هفنش، يعني اخر وش ان شاء الله باذن الله. بس ده لما ينشف هديها اخر وش كمان، وهتكون معايا النتيجة ان شاء الله. ان شاء الله هطلع كده مجبورة الخاطر، وانا اللي عملتها، محدش كمان يعني جه يدهنهالي ولا عمل ولا كده يعني. لقيت يا بنات اللي هيجي يدهنها عايز مبلغ، فزي ما انتوا عارفين الظروف يعني مش بتسمح ان الواحد يعمل اي حاجة زي زمان وكده. قبل ما ابدا الفيديو عايزه اشكر كل الناس الجميله على دماغي وجودكم. ربنا يسعدكم يا رب ويكبر بخاطركم، اللهم امين. طبعا انا ما نضفتش القعده ولا عملت حاجه لسه، قلت لما اخلص ان شاء الله باذن الله، لما اخلص دهين هغسل كل حاجه باذن الله بفضل الله. لو لي عمر ان شاء الله يا بنات هغسل كل حاجه وهنضف كده الصاله شويه، لاني بصراحه نفسيتي اتعبت وانا قاعده في المنظر بتاعها دوت، لاني بصراحة كانت محتاجة ان انا ادهنها لون ابيض. اللون الابيض يا بنات انصحكم ان انتوا تدهنوا لو عندكم المكان غامق زي عندي. بنصح كل ست بيت كده عايزة تخلي كده نفسيتها مرتاحة شوية، وتحس ان هي عملت حاجة، يعني جددت حاجة في بيتها، تستخدم اللون الابيض في اي حاجة وكده. بشكر اخواتي اللي جوه مصر وبره مصر، وتحياتي لاهل العراق والسعوديه والكويت واليمن وكل بلاد العرب على دماغي وجودكم. ربنا يسعدكم يا رب. والجزائر انا بوجه تحيه لاختي وحبيبتي ام محمد، نورتيني. ربنا يكبر بخاطرك يا رب زي ما بتكبري خاطري في التعليقات عندي. ام محمد من الجزائر يا بنات. سوري، ام يحيى. ربنا يا رب يكبر خاطرك يا ام يحيى يا رب. ونورة الجميلة الأمورة اللي نورتني ودخلت قناتي واشتركت، ربنا يا رب يدومكم نعمة في حياتي. واخواتي البنات اللي منورني اللي عندهم قنوات كل واحدة باسمها طبعا، على دماغي وجودكم. ربنا يا رب يسعدكم ويكبر بخاطركم زي ما جبرتوا خاطري يا رب، قادر يا كريم بحق الايام المفترجة. الحمد لله يا بنات، انا ربنا عوضني ببناتي، واللهم لك الحمد ولك الشكر، ومش عايزة اي حاجة تانية من الدنيا. اي نعم الحياة صعبة والظروف صعبة علينا كلنا، بس لازم كده نكافح ونعافر ونبدأ ان احنا يعني نصبر شوية. ما فيش بايدينا غير ان احنا نصبر يا بنات. اللي نفسها في بيت، واللي نفسها في حتة عيل، واللي نفسها في حاجتها تتقضي، اصبري والله. وعليكي بالاستغفار وعليكي بذكر الله، وهتلاقي ان شاء الله باذن الله فرج قريب جدا جدا. انا عشمانة في ربنا وعشمانة فيكم تقفوا كده معايا شوية في القناة وتنوروني وتجبروا خاطري كده. يعني احنا داخلين على ايام مفترجة، ربنا يدومكم نعمة في حياتي ويسعدكم يا رب كل اللي دخل القناة عندي. خلصت كده يا بنات، ده الوش التاني من الدهين الشقة، لان بصراحة لسه يعني هتاخد معايا يعني تالت وش. انا مش عايزة ادهنها اي كلام خلاص، علشان كده كده انا قاعدة فيها وكده يعني، فقلت هدهنها وخلاص. من الحاجات برضو اللي بتسهل عليا وقفتي في المطبخ، ان انا اول ما بجيب السلك من عند الصبانة من عند الراجل، باجي مقصقصاه كده حتت حتت قصاقيص، واجي بقى حطاه في كيسة او حطاه في اي باسكت عندك يكون مقفول. اي حاجة تكون انت حابة تشيليه فيها شيليه. بيوفر عليا ان انا يعني بصراحة بيوفر عليا كتير واقفة في المطبخ مثلا، وحاجات كتيرة جدا بعملها يعني. بصراحة بتوفر عليا بصراحة وقت ومجهود وحاجات من دي. اهو بقسم كده الحتة، لو انا عايزة حتة صغيرة حتة كبيرة حسب ما انا عايزاها وكده. كل سنة وانتوا طيبين يا حبايبي، جمعة مباركة عليكم يا رب. يعني دخل علينا رمضان ولنا في القبور أحبة، يا رب ارحم موتانا اللهم امين يا رب العالمين. الواحد حزين جدا، يعني ناس كتيرة جدا غالية على قلبي فرقت، يعني فرقت الحياة وسابت الحياة. الحمد لله على كل حال. مش عايزة اديكم اي طاقة سلبية في الفيديو، لان انا بجد بجد بحب دايما اديكم طاقة ايجابية دايما، وبحاول على قد ما اقدر ببعد عن المشاكل. الحمد لله الحمد لله، اللهم لك الحمد ولك الشكر يا رب. انك كفاية بس انك اديتني رزقتيني ببنات، الحمد لله انا راضية والحمد لله.
مفيش احلى من خلفة البنات يا جماعة، والله العظيم. الناس اللي بتقعد الناس اللي عايرتني ان انا معايا بنات، آه، انا راضية والحمد لله متحملة وصابرة عليهم، وانا من جوايا راضية ان انا ربنا رزقني ببنات. انا راضية يا جماعة، في غيري مش لاقي، في غيري بيتمنى ضفر عيل. ليه انتوا كده؟ يعني ليه الناس كده تقعد ايه ده انت ما معكيش بنات؟ يعني ربنا يخوهم لك. طب ربنا يرزقك بالولد. طب لو جه الولد، ما ممكن الولد يجي يتعبني على فكرة، مش يريحني. وانا بصراحة مبسوطة كده ببناتي والحمد لله، وعلى قد ما اقدر بشتغل والحمد لله، ومش معوزاهم اي حاجة. اللهم لك الحمد ولك الشكر يا ربي على كل النعم اللي انت مديها لنا. عايزة اعمل يا بنات دورة للغسالة بصراحة، عايزة تنضف، لان انا مقصرة معاها شوية الايام ديت، وعايزة انضفها، وعايزة اعمل حاجات ان شاء الله باذن الله. بس موضوع القناة ده هو اللي لخبط دماغي، والقناة لما يلا اللي حصل فيها حصل، الحمد لله على كل حال. حطيت كده غسلة في الغسالة، وبدأت ان انا عايزة اقول لكم يا بنات، والله العظيم ربنا رزقني بالغسالة ديت. حد كده ربنا يوسع عليه يا رب، من واسع فضله، اللهم امين يا رب العالمين. يوسع عليكم وعلى أمة محمد. الغسالة ديت يعني ما كانش عندي غسالة اياميها، فدي كانت مستعملة، فبصراحة ادوهالي وكده، يعني هي وسجادة كمان. فربنا يا رب يوسع عليهم يا رب، ويكبر بخاطرهم زي ما جبروا خاطر بناتي بحق الايام المفترجة، اللهم امين يا رب العالمين. هنا يا بنات بصوا كنست، عايزه اقول لكم كميه التراب اللي طلعتها من المطبخ والطرقه حاجه صعبه، رغم ان انا والله بنضف، بس انتوا عارفين لما بدهن وكده فكل حاجه متكركبه فوق دماغي. اشوفكم الفيديو الجاي، والسلام عليكم.